السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة هعرض لكم فيه فكرة جميلة وعملية، فكرة أحل بيها مشكلة الأحذية اللي بنقلعها يوميا قدام باب الشقة من بره. بنخرج وبنرجع بيها كلنا او معظمنا عندنا الجزامه دي الجزامه اللي بتكون في الشقه من جوه، اللي النجار بيعملها او بنشتريها جاهزه ايا كانت. هي طبعا برضو جميله وعمليه وبتشيل لنا عدد كبير من الاحذيه، بس مشكلتها انها بتكون في الشقه من جوه، فمش بتحل لنا المشكله بتاعه الاحذيه اللي بتكون قدام باب الشقه من بره. انا عملت فكره قدام باب الشقه بره، زي ما بوريكم كده. انا خارجه اهوت من الشقه وطالعه بره قدام الباب. الفكره بتاعتي بقى ان شاء الله عمليه وسهله وغير مكلفه، ان شاء الله هتكون في متناول ايدينا. انا هنا استغليت صناديق الفاكهه الخشب. الفكره مش جديده، ناس كتير عملتها وقنوات كتير عملتها، بس انا حابه اقول لكم تجربتي معاها انها عمليه وجميله جدا وبتشيل عدد برضو من الاحذيه. طبعا انت بتعمليها على حسب العدد اللي انت عايزاه او عدد الارفف اللي انت عاوزاها. انا هنا عاملاها 5 ارفف، ومن فوق استغليت الرف اللي فوق كده كديكور، حطيت عليه فازه وحطيت عليه الفرشه اللي انا بمسح بها الاحذيه او اللي بنستخدمها كل يوم في مسح الاحذيه واحنا خارجين. الفكره جميله جدا. فكرتي بقى ان انا بمسكها من الجناب كده ومن ورا بصناديق الفاكهه برضو، يعني انا استغلتها منها فيها كده زي ما بيقولوا. انا جبت صندوق او 2، فكيت المسامير منهم واستغليت الالواح الصغيره اللي بتكون فيها ومسكتها من الجنب بالشكل ده بمسامير. كل الموضوع اللي كلفني شويه مسامير شيش كده صغيره، دقتها فيها، مسكتها بالارفف الصغيره اللي فيها او الالواح الصغيره اللي فيها بالشكل ده من الجوانب، من الجنب ده ومن الجنب ده ومن ورا. وبعد كده غلفتها بستيكر وزوقتها كده بشريط فرنشه بتاع ستاير، وفرشت فيها كده عشان اداريها بس مفارش بس. الحمد لله انها عمليه وجميله جدا. وزي ما انتم شايفين كده روقت لي مدخل الشقه ومدخل البيت، يعني نظيف زي ما انتم شايفين كده، مفيش بقى اي احذيه او اي شكل مش ظريف. اتمنى ان الفكره تعجبكم، تقدروا ان انتم تستفادوا منها، وافكاري كلها اللي بقدمها لكم تعجبكم وتنال رضاكم. يا ريت بقى تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.